تعالوا بقى النهاردة نبعد شوية عن المقليات وكتر الزيت وكتر الحاجات الدسمة، ونعمل أكلة صحية كده بس طعمها لذيذ جدا جدا. معمولة بالبطاطس ومن غير لحمة، وتنفع كمان غدا أو عشاء وممكن فطار. زي ما انتوا شايفين البطاطس شكلها تحفة وطعمها كان رهيب. مش هتصدقوا المكونات بتاعتها من بساطتها، والطعم بتاعها بجد خرافة، لازم تجربوها. قبل ما نبتدي حطوا اللايك، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدخلوا كمان على القناة، هتلاقوا وصفات كلها اقتصادية وطعمها لذيذ. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. طبعا اول حاجة خالص جبنا بطاطس قشرناها، بس انا مش هقشرها طبعا كلها قدامكم علشان خاطر وقت الفيديو ما طولش عليكم الفيديو كده. وبعد كده قطعتها تقطيعه بقى اللي تعجبك، ممكن تقطعيها مثلا مكعبات، ممكن صوابع، بس هو شكل الصوابع دوت المحبب لولادنا عموما يعني، فهو قريب قوي لقلبهم شكل الصوابع ده، عشان بيفكرهم بالبطاطس المحمرة. بعد ما قطعت الكمية كلها طبعا كنت غسلتها بقى ونضفتها وكده. هبتدي كده ان انا اجيب صينية احطها على النار. يا ريت تكون الصينية دي تيفال او جرانيت او حاجة مش بتلزق، وعلى فكرة لو بتلزق الارضية بتاعة الصينية اصلا بيكون طعمها حلو جدا لو نشفتوها. وكمان لو بتحبوها كده تكون منغنغة كده وفيها شوية صوص بسيط، بيبقى طعمه برضو خرافة. جبنا كده معلقة من السمنة كده او الزبدة المتوفر عندك. وبعد كده ابتديت بقى ان انا اسخنها كويس واقدحها يعني، وبعد كده احط عليها البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت بقى ان انا اديها كده تشويحة علشان خاطر قبل ما احط عليها بقية المكونات، عشان خاطر يبقى لها شخصية كده، ما تتهريش، يبقى لها طعم كده من السمنة او الزبدة. دلوقتي بقى حطيت عليها معلقة من الكمون ومعلقة من الملح، وادت لها كده تقليبة. وبعد كده هحط عليها فصين من الثوم مهروسين. ما حطيتش حاجة اكتر من كده، ولا حطيت توابل ولا حطيت بهارات ولا حطيت اي حاجة. هي ديت كانت بس التتبيلة بتاعتها، برغم بساطتها، بس انا حاسة ان جمال طعمها اصلا جاي من البساطة بتاعت التوابل بتاعتها، ان هي تعتبر اصلا ما فيهاش اي حاجة. زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا كل دوت بعمله على نار عالية عشان مش عايزة البطاطس تنزل المية بتاعتها. حطيت لها فصين الثوم المهروسين دولت او 3 فصوص يعني، متوسطين الحجم. في الاواخر انا مش عايزه الثوم يتحمر معاها، لا انا بس عايزه يعني ايه، آم، الثوم يكون لسه يعني لسه فريش كده زي ما هو. بعد بقى ما غيرت، بس مجرد ان هي بس غيرت لون، هي ما اتحمرتش ولا اي حاجه، هبتدي بقى ان انا اسويها كده في الصينيه زي ما هتشوفوا معايا. وبعد بقى ما سويتها كده زي ما انتوا شايفين، هي ولا خدت لون ذهبي ولا اي حاجة، هي تعتبر لسه نية زي ما هي بس خدت التشويحة دي. حطيت لها بقى كوباية من اللبن بالقشطة بتاعتها، يعني يستحسن لو في اللبن بالقشطة بتاعته يبقى حلو قوي. كل ما زادت كده كمية القشطة، دوت كان لبن بقري فما عملش معايا قشطة يعني جامدة ولا حاجة، بس كل ما كان كمية القشطة كده حتى كده محترمة، بتدي ريحة ونكهة وطعم، وتخلي البطاطس كده طرية يعني بتبقى بجد رهيبة. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين اللبن معايا يا دوبك مش مغطي البطاطس كمان قوي. هبتدي بقى ان انا اسيبها كده تغلي مع بعض وتاخد وتدي لحد بس ما تخش في السوا كده، اللي هي يعني تستوي بس برضو بيكون فيها مش مهرية قوي. ليه بقى؟ عشان احط دلوقتي كده على وشها شوية بقى موتزاريلا، ولو في معاهم كمان شوية شيدر او بارميزان او اي نوع جبنة بتحبوها، يبقى 10/10. زي ما انتوا شايفين كده، يدوبك بس اللبن نشف معايا، ما خدتش 10 دقايق، ربع ساعة بكتيره. والنار كمان كانت عالية، يعني ما كانتش واطية ولا حاجة، او كانت متوسطة مش عالية قوي. هبتدي بقى ان انا احطها كده في الفرن عشان خاطر وشها يتحمر، وبألف هنا وشفا. أظن مفيش أبسط ولا أحلى ولا أطعم من كده، وصحية لولادك لو مش بيشربوا اللبن. هتبقى بقى عاملة شبه الحاجات اللي بيجيبوها ديت، اللي بتبقى وشها غرقان موتزاريلا وكده، مع ان هي يعني كمية الموتزاريلا انا حاطاها بسيطة جدا، بس القشطة بقى مع الزبدة والسمنة تحسسك ان هي يعني بقى مليانة. وكمان ممكن تنشفيها وممكن تسيبيها كده جوسي. وبس كده بألف هنا وشفا. ياريت تجربوها. شكرا على حسن متابعتك، وشكرا على وقتك.
وياريت متنسيش تحطي اللايك.